سيروا شباب الأمة وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائها ضرا وخيرا أمنوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج ساعة شباب. بداية وقبل أن نسترسل في هذه الحلقة دعونا نرحب بالمقدم المتألق حبيبنا أبو تركي عبد الرحمن. حياك الله. حياك الله يا أنس، وحيا الله المشاهدين الكرام الأفاضل في كل مكان. شبكة سلام الإعلامية تحييكم وترحب بكم في برنامجها، برنامج ساعة الشباب الذي هو منكم وإليكم أيها الشباب. مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، نذكر أنكم تستطيعون مشاركتنا في خلال هذه الحلقة وكل حلقاتنا عبر الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة، وأيضا عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وقناتنا في اليوتيوب. ننتقل وإياكم إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة وجلسة سمر. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جلسة سمر. موضوعنا لهذا اليوم موضوع مهم ويخص الأيام الأخيرة هذه قبل بداية السنة الجديدة، وهو الكريسماس. بداية خلينا نعرف يا عبد الرحمن عن كلمة الكريسماس. البعض يعني ما يتصورها بشكل جيد. خلينا نعرف عليها بطريقة مفصلة. النصارى يعتقدون في هذا اليوم أن لله ولد، أن في هذا اليوم الله عز وجل رزق بولد، حاشاه. ويقيمون في هذا اليوم عيد ميلاد لهذا الابن. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: شتمني ابن آدم وما ينبغي أن يشتمني، وأما شتمه إياي فقولي اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وقول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وهذا طبعا جانب عقدي كبير جدا لا يتصوره المسلم بشكل كبير جدا. دعونا ننظر وإياكم الآن مع الأستاذ عبد الرحمن إلى الحكم الشرعي في قضية الكريسماس. بلا شك أبو صقر أنه الحكم الشرعي لهذه القضية وهذه الآفة التي يعني جرفت بالمجتمع المسلم أنه هو حرام بالإجماع، وأن المسلمين فقط عيدين اثنين: عيد الفطر وعيد الأضحى. ولعلنا يعني في برنامجنا برنامج فاسألوا أهل الذكر نسترسل في هذه القضية إن لم نكن قد استرسلنا فيها سابقا، ولكن حكمها لابد أن يعرف وأن يعني يكرر على مجامع وآذان الشباب. طيب، ما هو المنظور الآخر في تحريم الكريسماس؟ فيه تشبه واضح بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. أيضا الآن بعض الشباب يعني يتخذ الموضوع هذا يعني كمثلا على قولتهم أني بدخل في الأجواء مع العالم. نعم. فيجي يعايدك ويقول لك مثلا ميري كريسمس. المقصد في قولك هذا ميري كريسمس معناها أنك أنت تقر وتعتقد اعتقادا تاما وتوافق بأن لله عز وجل ولد، حتى ولو كانت من باب المزح. فتلقى البعض يعني يمزح معك بهذه الكلمة. هذا جانب والله أعلم أنه يعني قد يخرجك من الملة، وهذا كما ذكر سابقا بأنه يعني جانب عقدي كبير جدا، بأنك أنت حتى لو تتخذ هذه الكلمة بشكل مزح أو تهنئ بها الأصحاب أو تهنئ بها الأصدقاء،
بقولك ميري كريسمس، معناها أنك أنت تعتقد وتوافق هذا الرأي بأن ابن الله عز وجل ولد في هذا اليوم، وأنت كما ذكرت بأنه حرام بالإجماع. وأيضا التشبه بالكفار والمزامنة مع أعيادهم والتهنئة بهم، هذا تشبه بهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نعم. ويجب على الإنسان يا أبو صقر دائما وأبدا أن يعتز ويتمسك بهويته الاجتماعية، ومن باب أولى الهوية الإسلامية الدينية التي لا يجب على كل إنسان أن يفتخر بدينه. والتشبه بالكفار في هذه القضية تحديدا فيها يعني انسلاخ تماما من الهوية الإسلامية والهوية الاجتماعية، وهويات كثيرة يعني أن تنسلخ مباشرة وبشكل يعني واضح بمجرد أنك هنأت النصارى والكفار بعيد الكريسماس. أيضا يعني مفهوم التمسك، يعني أنا البعض ترى يفهمه بشكل يعني مختلف. موضوع التمسك يعني أنت يوم تيجي تتمسك في مجال لا يعني أنك يعني تدخل في الإسقاط على الديانات الأخرى. إحنا ما نسقط، إحنا نلتزم بديانة بالإسلام والشريعة، وما نسقط على الديانات الأخرى. إحنا نعاملهم بالحسنى، نعم، ولا نشاركهم أفراحهم. صحيح. لأن أنت الآن في مشاركتك لأفراحهم أنت قاعد تتشبه بهم، فأنت الآن خرجت عن إيش؟ عن ديانتك وعن شرعك. نعم. وأيضا هنا لعلي يعني على الهامش أنظر إلى قضية مهمة جدا، إنه بعض الشباب يقول لك يا أخي أنا والله ما أدري عن سالفة إنه أن الله يعني يعتقدون ويدعون النصارى أن الله له ولد في هذا اليوم وهو عيسى، وأنهم يقولون أن الله ثالث ثلاثة. تعالى الله وحاشا عن هذا الكلام الدنس. أنه يقول هذا الشاب والله ما أدري، ما أنا بس يعني شفت الشباب يعني يحتفلون فاحتفلت، شفت يعني أحد المشاهير، شفت الناس كلهم، شفت إن بعض المسلمين قاعدين يهنئون فأنا هنيت معهم. لا، هنا نقول هناك مشكلة كبيرة، إنه والله إذا أنت ما بحثت عن هذه القضية في غيرك راح يبحث، في غيرك ما يعرف. نعم. في غيرك يعني يعتقد إنه هذا الأمر فعله صحيح لأنك أنت أيها الشخص المسلم احتفلت، فبالتالي راح يأخذك أنت حجة ويقول لك أنا والله يا أخي شفت فلان وفلان وفلان احتفلوا فشكله ما فيها أي مشكلة. فيعني يدخل في متاهات ويدخل في والمعلومة الآن أصبحت سهلة، يعني يستطيع أي شخص أيا كان عمره أن يدخل في النت ويبحث. ثم المشكلة ليست في الجيل هذا، ولا المشكلة إنه إذا إحنا تساهلنا من هذا الأمر من الآن سوف يأتي أجيال بعدنا يقولون والله آباؤنا كانوا يتساهلون في هذا الأمر، وبالتالي نحن نعتقد أنه فعلا والله هذا الأمر صحيح. تعالى الله عز وجل. طيب هنا نقطة مهمة أيضا، أن كل شخص في هذه الدنيا له مجاله الخاص، وقد يكون في مجاله الخاص قدوة لبعض الناس. فمثلا تجد أنه الطبيب في مكانه تجد أنه تحته كادر كبير من الممرضين والممرضات. عندما يكون هذا الشخص قدوة لعدد كبير من الناس لابد أن يعلم جيدا أنه هذا الأمر لا يقتصر فقط على نفسه، إنما سوف يقتصر على ناس كثير، وبالتالي لابد أن يضع هذا الأمر عين الاعتبار. كذلك المشهور، وكذلك المهندس، وكذلك يعني حتى وإن يكون الشاب يؤثر على شخص واحد فقط، أنت مسؤول أنك أنت سوف تلوث فكر هذا الشاب أو تلوث فكر هذا الشخص المتأثر بك بسبب أنك أنت ما اتقيت الله ولم تبحث عن المعلومة الصحيحة ولم يعني تتمسك بهويتك الحقيقية. أيضا لو نظرنا في كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه مع الديانات المختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينال صور متعددة من الأذى من جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم كان جاره يهودي، وكان يضع في طريقه القمامة، حاشاكم، يضعون في طريقه القمامة، ويضع القمامة أمام منزله، لكني أنا ماني متأكد من المعلومة هذه. نعم، سهل الجزور. أي نعم. وكان سبحان الله يعاملهم بالحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتلقى منهم صور متعددة من الأذى، يعني لدرجة عبد الرحمن أنت مثلا تخيل أنك تساكن ويدخل تلقى واحد حاط لك مثلا الزبالة، أجلكم الله وأجل الله المشاهدين، عند باب بيتكم ولا في طريقك حاط لك الزبالة. أذى. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل معهم؟ يتعامل معهم بالحسنى استنادا على قول الله تعالى:
وقولوا للناس حسنى، وأيضا ادفع بالتي هي أحسن. فلذلك أنت الآن قد تواجه هذه المشاكل، فأنت ترجع إلى من؟ إلى قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الموضوع كيف كان يتعامل، كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأذى، مع الكفار، مع الديانات المختلفة، كان يعاملهم بالحسنى. فكل ما جعلت النبي صلى الله عليه وسلم قدوة لك في هذه الأمور، تستطيع بإذن الله عز وجل أنك تتجاوز هذه التيارات التي تجيك الآن على رأس السنة من جميع الجهات، من التواصل الاجتماعي، من يعني العالم المتغربة، قد يعني يكون معك في الجامعات من النصارى والاحتفالات قدامك. كل ما نظرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قدوتك إيش كان يفعل وطبقت، ستنجو بإذن الله عز وجل. نعم. وهذا الكلام زي ما ذكرت أبو صقر مهم جدا للأشخاص الذين يتعذرون بوجودهم بين مجتمع كافر. يقول لك أنا والله في البيت عندي جيراني اليمين واليسار كلهم كفار ونصارى، بالتالي أنا أضطر إني والله يعني أشاركهم وأجاملهم حتى لا يقع علي منهم ضرر. النبي صلى الله عليه وسلم كان لوحده في مكة، وكان يتلقى الأذى من جميع الجهات، من جاره، من أقرب الناس له، حتى من عمه أبو جهل. يعني انظر إلى كمية هذا الابتلاء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. فبالتالي هذا الأمر لابد أن يكون حاضرا عند جميع الشباب، وخصوصا الشباب المتغربة. طيب خليني أخليها كنقاش. أنا بسألك سؤال لسان حال الشاب، يقول لك والله يا عبد الرحمن أنا متغرب في بلاد أوروبا، نعم. بلاد منفتحة من الآخر، نعم. وفيها من الفتن ما الله بها عليم، نعم. أنا قاعد أحافظ على شريعة الإسلامية بقدر ما يمكن، لكن يا عبد الرحمن أنا أدخل الكلاس الفصل ألقى موجودة الشجرة، العالم قاعد تحتفل، العالم صديقي يرسل لي يعايدني، صديقتي ترسل لي، مدري مين من هنا ترسل لي، الدكتورة قبل ما تبدأ في الشرح للدرس تعايدنا جميعا، خذوا صورة مثلا من أجل رفع الدرجات، اعمل لي مجسم الشجرة بأنجحك افتراضا. يعني في عدة أمور. كيف يا عبد الرحمن أجد حل لهذه المشكلة؟ والله يا أبو صقر ملخص هذه المشكلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم تدرج معك عندما تكون مسؤول عن مجتمع معين، أنت تستطيع أن تغير بيدك. إن لم تستطع، عندما يكون المستوى يعني مقارب لك، بلسانك تنكر بالحسنى. إن لم تستطع أبدا، أغلقت عليك السبل، فبقلبك، أنك تنكر في قلبك، أنك تعتقد يقينا تاما أن هذا الأمر منكر، وأني أرفض هذا الأمر تماما وأعرض عنه قدر المستطاع. طيب أنت كما ذكرت قد تواجه بعض الابتلاءات، يا أخي قاتل من أجل دينك. يعني أنا لا أعتقد أن هناك يعني قلة يعني هم الذين يترصدون لدين الإسلام بشكل صريح حتى يلزم الطائر المسلم أنه مثلا والله يسوي مشروع معين أو مجسم معين يعني يدعم هذه الفكرة. فبالتالي أنت تستطيع من حقك أن تعترف، تقول يا أخي أنا والله ديني الذي يأمرني أن أنكر هذا الأمر لا يسمح لي أن أفعل مثل هذا الفعل، فأنا ممكن أرسم لك شجرة، لكن ليست شجرة كريسمس، إنما يعني مشروع عادي. يعني يوجد حلول. من يريد ومن يعني زي ما تقول لديه الهم أن يدافع عن دين الله عز وجل سوف يجد طريقة، ولكن نحن لابد أن نزرع هذا الأمر في مجتمع الشباب. لابد أن تكون يعني هويتك واعتزازك بدينك عالية. عندما تكون هويتك عالية واعتزازك بدينك يعني أنت مفتخر بدينك، هذه الأمور كلها صدقني أنها بسيطة يا صغير. أيضا ننبه على نقطة مهمة، وهي آخر فقرتنا أو آخر ما سنذكره في هذه الفقرة، نعم. أن التشبه بهم في الأعياد، يعني نحن ما نختصرها في الأعياد، التشبه بالكفار بأي كان، نسأل الله السلامة والعافية، بداية التدرج إلى الدخول، يعني أنك تتشبه بهم بشكل كبير. هي تجي حبة 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 حبة، وقد تصل إلى مرحلة الخروج من الملة والشرك، نسأل الله العافية.
يعني كما ذكر عبد الرحمن أن من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع بلسانه ولم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. يعني يحاول الإنسان قدر المستطاع أنه يسعى، ويعني كل ما الإنسان سعى بإذن الله عز وجل الله يعني سيكون معه. والكلام في هذا يطول جدا جدا، لكننا يعني مختصرين في عدة دقائق. ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية الجديدة وترند. طيب مشاهدينا الكرام، حياكم الله وبياكم في هذه الفقرة الجديدة والفريدة من نوعها والمستبدلة بفقرة حول العالم، ألا وهي فقرة ترند. في هذه الفقرة سوف نعرض مجموعة من القضايا التي يعني دارجة بين الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا الموقع الأشهر في هذه الأمور ألا هو موقع تويتر. طيب اليوم لدينا يا أبو صقر عدة قضايا راح نتكلم عنها، وهي تقريبا شغل الشارع في هذه الفترة الماضية. نعم. طيب أول قضية، وهي أعتقد أنها القضية الأكبر بعد كأس العالم، ألا وهي قضية، طبعا هي قضية كروية، ألا وهي قضية انتقال النجم الأول في كرة القدم بعد ليونيل ميسي كريستيانو رونالدو إلى النصر. طيب خلينا نأخذ هذا الموضوع من عدة جوانب. أولا، تاريخ كبير لكريستيانو رونالدو. هل تعتقد أنه سوف يضرب بهذا التاريخ أرض الحائط ويتجه إلى دوري قد يكون هو من يعني لا يوجد أي مقارنة بين أي دوري أوروبي إن شاء الله لو الدوري التشيكي مقابل الدوري السعودي؟ يعني الدوري السعودي في النهاية صح أنه مستوى عالي، ولكن مستوى عالي في قارة آسيا. لكن لما تأخذ من قارة آسيا بعض الدوريات في قارة أفريقيا مثلا ممكن أنها تتعدى الدوري السعودي. والله شوف، أنا يعني القضية من البداية كانت يعني زي ما تقول يبغى يحركوا الإعلام يعني بعد كأس العالم، إلى أني شفت فيديو رئيس تركيا أردوغان وهو يتكلم عن انتقال يقول كريستيانو رونالدو في طريقه إلى السعودية كذا نصا. هنا خلاص يعني رئيس دولة يتكلم بهذا الموضوع، معناها يعني خلاص الموضوع يعني وصل إلى مراحل متقدمة، يعني 90%. لكن يعني ما أدري صراحة، يعني أنت كنت في ريال مدريد ثم انتقلت إلى يوفنتوس ثم من هنا لهنا تختم مسيرتك في النصر. والله ما هو استنقاصا في نادي النصر، لا استنقاص. والله يا ليش يعني نادي النصر نادي كبير وعريق، لكن يعني كريستيانو رونالدو ارجع ريال مدريد، اعتزل يا ابن الحلال. والله اعتزل. انا خايف ان الاموال تكون يعني غرته، مثلا يقدم لك اغلى عقد في الحياه الكرويه كلها كامله، تنسى تاريخك وتروح من اجل المال. ما يليق بك كاسطوره الاول يعني في كره القدم. تتكلم عن كريستيانو رونالدو يروح يخلص كل الماضي تبعه ويخليه شيء للتذكار ويروح يوقع نادي النصر. احس ما تليق يعني بكريستيانو رونالدو، ولا ايش رايك؟ يعني ترى انها خطوه غير والله خطوه هي ستفيد الدوري السعودي كتسويقيا ان كريستيانو رونالدو موجود، المتابعات بتزيد، نادي النصر سيستفيد بشكل كبير جدا من الدخل، الاعلانات. يا رجال يكفيك بس القميص رونالدو كم سيباع حول العالم. كم من عقود رعايه اعلانيه ستوقع مع نادي النصر من كريستيانو رونالدو. من صاحب الرقم 7 في نادي النصر؟ والله يا اخي والله اني اشهر اتوقع. لا سلم على الشهداء والله. هذا نفسي شو اسمه الله نسيت القصه. المهم ان صاحب الرقم 7 اذا وصل كريستيانو بيعطوه مثلا 12 ولا 13 بياخذ 7 اكيد، ما في كلام. الله المستعان. طيب هذه هي قضية كريستيانو رونالدو وانتقاله النصر. نتمنى صراحة أنها تكون إشاعة، لأنه راح تضر ب يعني نجم كبير في كرة القدم قدم الكثير كريستيانو رونالدو، لكن الله أعلم أنها بنسبة 90% كما ذكرت يعني واقعات لا محالة. طيب دعنا يا أبو صقر ننتقل إلى أمر يعني لم
يسبق له الحدوث في دولة أمريكا منذ أكثر من 40 سنة. عاصفة ثلجية تضرب مدينة نيويورك، يعني يا ساتر، شوف أمور فيديو. أمور شوف لا إله إلا الله. طبعا إحنا وإن كنا نختلف مع هذه الدولة الخبيثة إلا أن لنا هناك أحبابا وأصحابا ومغتربين مسلمين وغيرهم يعيشون في هذه الأماكن. نتمنى لهم يعني أنهم يكونون بخير، وأن يعني تمر هذه الأزمة عليهم وهم في أمن وأمان، ولا يضر. يعني نقول الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر. وبالتالي هذه العاصفة، دعنا أول شيء نذكر لك بعض المعلومات الهامة حول هذه العاصفة. يقول أن هذه العاصفة لم تمر على أمريكا منذ أكثر من 40 سنة. طبعا أمريكا هي منطقة تقع فيها الثلوج في بعض مناطق شمال أمريكا، لكن هذه العاصفة تحديدا كما ذكرت فريدة من نوعها، وقد تصل وصلت بعض المناطق في نيويورك وما جاورها من المدن، ما جاورها من الولايات، إلى كم توقع؟ عطنا رقم تحت 9 صفر. والله شوف، أتكلم عن أمريكا، مش العاصمة المتجمدة، القارة المتجمدة الجنوبية والشمالية. انا عندي اقرباء في امريكا، فكانوا يصوروا لي على السناب، رأيت درجة الحرارة 17 تحت الصفر. والله العظيم انا قلت يعني درجة ان الطرق خلاص يعني واقفة ما في كلام. 17 تحت الصفر، لو وصلت في احد البلدان 8 تلقى واحد متلحف خلاص. اي حتى رجلك ما طلعها يعني. سبحان الله. 17 تحت الصفر، تتكلم عن يعني برودة تدخل في العظام يا رجل. طب خلينا أصدمك. وصلت في بعض المناطق في نيويورك درجة الحرارة إلى 50 درجة تحت الصفر. لا 50 درجة تحت الصفر. يعني أنا لو قلت لك ثلاجة بيتكم أو الفريزر ما راح توصل يعني 20 درجة تحت الصفر هي درجة التجمد الحقيقية. تبدأ درجة التجمد 50 درجة تحت الصفر، معناته أنت خلاص، يعني أنت إذا طلعت أنت نسبة وفاتك ونسبة توديعك للحياة كبيرة جدا. 50 كبيرة جدا يعني جدا. موضوع صعب جدا. طيب، بالحديث عن الثلوج، مدينة تبوك الحبيبة التي يعشقها الكثير من سكان ومواطنين ومقيمين دولة المملكة العربية السعودية، هي تقريبا المدينة الوحيدة التي ينزل فيها الثلوج بشكل سنوي في المنطقة في شبه الجزيرة العربية، وتحديدا شمال السعودية. طيب، لماذا هي ترند؟ لأن كما ذكرت يا أبو صقر، ما شاء الله، شوف ما شاء الله، تحس إنك أمريكا. ليش هي ترند؟ لأنه الشعب السعودي أو المنطقة هذيك منطقة صحراوية. عندك صحراء الربع الخالي، وعندك الرياض، وعندك المناطق اللي معروفة أنها رملية، إلا أنه هذه المنطقة تحديدا التي تقع وهي وسط هذه الصحاري والرمال الذهبية، منطقة ينزل فيها الثلوج بشكل سنوي وموسمي. طيب، ما قولك أبو صقر؟ والله يا أخي منطقة تبوك جميلة صراحة جدا. ويعني الثلوج يعني أعتقد أنها ما وصلت إلى مرحلة أمريكا -50 تتكلم. لكن يعني ثلوج تبوك يعني تجيك على القلب زي العسل. لطيفة صح؟ لطيفة جدا. بالأحوال الجوية في هذا الأسبوع كثيرة جدا. أيضا سيول يا عبد الرحمن تضرب سلطنة عمان. يا لطيف. شوف المقطع. تضرب سلطنة عمان بشكل كبير جدا، يعني نسأل الله إن شاء الله أن يحميهم يا رب. لا إله إلا الله. والله يا أخي، الواحد لما ينظر لهذه المناظر يعني يحمد الله عز وجل على أنه على نعمة الأمن والأمان، الاستقرار والأمن والأمان، وأن الله عز وجل يعني أبعدنا عن هذه المناطق. إلا أننا ندعو لكافة الشعب، أو ندعو لكافة الشعب العماني أنه ربنا عز وجل يحميهم ويحفظهم من كل شر وكل سوء، وأن يعني يحفظ بلاد سلطنة عمان وعاصمتها مسقط، ويعني أن يبعدهم عن كل سوء. أيضا جدة ضربت بالسيول
والله يعني والله الواحد صار يشوف المقاطع يحزن جدا. السيارات على البيوت على يعني احنا لنا اقارب كثير جدا في جدة، ما يحتاج. نتصل عليهم ونطمن عليهم محبوسين واللي سيارتها راحت. انا رأيت سيارة يظهر انها موديل السنة، جديدة جدا والله يا ابو تركي، مع السيل جاية وصقعت اصطدمت في سيارة ثانية ثم دخلت على العمود ويظهر انها راحت. فوالله يا اخي الله يحميهم، الله يحميهم. لكن اعتقد ان مشكلة جدة من اول عندهم مشكلة في البنية التحتية. أي البنية التحتية، فلذلك السيول تضرب عليهم بشكل كبير جدا. مباشرة السيول هذه ذكرت الشعب بالسيول التي حدثت في عام 2009 اي و2010. والله ما يحضرني التاريخ بالضبط، لكنها في فترة سابقة قالوا والله هذه السيول لم يسبق لها أن ضربت هذه المنطقة، إلا أنه يعني الحكومة السعودية أو البلدية أمارة منطقة جدة يعني عملت بشكل كبير على أنه تقوي من البنية التحتية، وأنه ما يصبح مثل هذا الأمر مرة أخرى. إلا أنه لي صديق في جدة ذكر لي أمر مهم، يقول لي أنه أول ما السحب تتجمع في هذه المناطق تحديدا مباشرة البلدية تطلق صواريخ توزع هذه السحب، لأنه يعلمون أنه والله أنه هذه المنطقة لو نزل فيها المطر بشكل كبير سوف تتأثر المدينة بشكل كبير، كونها مدينة ساحلية، فبالتالي الموج يعني يضرب بشكل كبير والسيول يعني تسير في هذه المناطق. إلا أننا ندعو كما دعونا للشعب العماني أن يحفظ الله عز وجل كل البلاد المسلمين قاطبة، وتحديدا منطقة جدة كونها تضم الكثير من الحبايب، وأن يعني ندعو الجميع إلى أنهم لا يتساهلون أبدا عندما تأتي مثل هذه الأمور، أن يعني يحتموا في بيوتهم ويتخذون كافة الاحتياطات اللازمة حتى يعني لا نسمع بأخبار إصابات ووفيات لا قدر الله يحفظهم ويحفظه يا رب. طيب الترند الأخير والأهم احتفال والله مع بالغ الأسى والحزن جدا جدا على هذا الترند، احتفال اللاعب المسلم المصري محمد صلاح بالكريسماس مع عائلته. هنا تظهر زوجته ويظهرون أطفاله. يعني أنا أستغرب صراحة من هذه الصورة ومن نشرها في حسابه على الانستغرام. يتابعه يعني مبالغ وأعداد تفوق 55 مليون نسمة يتابعون محمد صلاح. وأنت كما ذكرنا سابقا أنك مهما كنت في منصب ومهما كنت واجهة إعلامية، طبيب، مهندس، لاعب، يتابعك الكثير من المسلمين، ممن يعني محمد صلاح الكثير من الإخوة والشباب في مصر والدول العربية والدول المسلمة يعتقدون محمد صلاح هو قدوة لهم. فكيف لك أنت يا محمد صلاح بأنك تنشر صورة في الكريسماس وتخرج فيها أطفالك الصغار وتخرج فيها زوجتك بحجابها، وتنشر هذه الصورة وتبارك وتعايد للنصارى بهذا اليوم بأن لله عز وجل ولد، وأنت كما ذكرت إنسان مسلم ولك قدوة وقدوة من الصغار من الدول العربية المسلمة. فهذا يعني مؤسف، وأنا كشاب مسلم حزين جدا لما فعله صلاح. والمشكلة أنه يتكرر في كل سنة، احنا نقول السنة هذه لعله ويحتفل معهم في كل سنة، وهو يمثل الإسلام بعد احتفاله بالسجود لله عز وجل أو الرفع يده لله عز وجل، وفي الأخير يحتفل بعيد الكريسماس مع النصارى. صلى الله السلامة والعافية، صلى الله أن يهديه وأن يهدي القدوات المسلمين. تعقيبك يا تركي. والله يا أخي يعني ببالغ الأسى والحزن أن يعني ننظر إلى هذا المنظر الذي لا يرضي الله ولا رسوله ولا حتى المجتمع الإسلامي. أيقونة مثل محمد صلاح يعتقد الكثير أنه هو من أعظم من مثل المسلمين عند الغرب، إلى أن احتفل أعتقد أول سنة كانت 2020 إذا ما خاب ظني،
أو 2019 إلى أن احتفل بهذا العيد الذي لا يمثلنا ولا يمثل المجتمع الإسلامي ولا يعني أنا أستغرب صراحة من محمد صلاح، ولكن يزيد استغرابي من الناس الذين يقول يا أخي يعني التمس لأخيك 70 عذرا. ممكن ترى يعني مستقبل مجبور يقول لك، يعني مجبور، ولا مستقبله في ليفربول معتمد على هذه الصورة. يا رجل بعض اللاعبين في ليفربول لا يحتفلون بهذا العيد، بل أن بعض اللاعبين في الدوري الإنجليزي مسلمون ومؤثرون كتأثير محمد صلاح لا يحتفلون بعيدك. نتكلم عن ساديو ماني في نفس الفريق وتأثيره كبير، قد لا يصل لتأثير محمد صلاح. محمد صلاح يعتبر الأيقونة الأولى للمسلمين، ولكنه مؤثر، والجميع يربط اسم محمد صلاح بساديو ماني. هم اللاعبان اللذان في ليفربول إذا سجل هدف مباشرة يسجدون لله شكرا. ليش هذا ما احتفل هذا احتفل؟ وين حكيم زياش معلش؟ وين أشرف؟ رياض محرز، أشرف حكيم، هؤلاء كلهم أيقونة يعني من أيقونات اللاعبين العرب المسلمين في تلك المناطق. ليش؟ وكلهم في أفرقة مرتفعة جدا، اللي في السيتي واللي في باريس سان جيرمان واللي في بايرن ميونخ، يعني كلهم ما همتهم العقود، لكن والله أعلم أنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. أجمل وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا. فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. وتسابقوا للمكرمة وحلقوا بسمائنا ضرا وخيرا أمنوا. مشاهدينا الكرام، حياكم الله إلى الفقرة الأخيرة وسبورت. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الحلقة أو عفوا في الفقرة المحبوبة لديكم، فقرة سبورتس. ننتظر طبعا اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الفقرة. عبد الرحمن، أحداث كروية بحتة كانت في هذا الأسبوع، ديربيات وكلاسيكو
وانتصار ليفربولي ليلة البارحة جميل جدا، كان مساءنا عسل. خلينا ندخل في المباراة الأولى بين الاتحاد والشباب. مباراة الاتحاد والشباب انتصر فيها الاتحاد، وكانت مباراة جميلة. تعقيبك عن المباراة عبد الرحمن؟ والله المباراة كانت مباراة ماراثونية بعد كأس العالم. لا يعني لم أعتقد أني سوف أشوف هذا المستوى المتقدم، كونه يعني في توقف طويل جدا دام أكثر من 60 يوم. لكن المباراة يعني كانت يعني واعدة وأمتعت الجماهير وكان مشجع نادي الاتحاد. المباراة هذه كانت فيها من الأعصاب الشيء الكثير، كونه الخاسر سوف يخرج من دور 16، والاتحاد لم يعتد على الخروج من مبكرا في مثل هذه البطولات. لكن جميع البطولات صحيح المعلومة، من جميع البطولات، ولكن تحديدا كأس الملك لأنه يعني يمتلك دفاع قوي جدا. والله يا أخي الشباب كان صراحة ند هذه المباراة، يعني لولا توفيق الله عز وجل ومن ثم تصدي الحارس جروهي لأكثر من فرصة محقق الهدف، كان الاتحاد الآن تشوفه ينافس على بطولة واحدة وعساه يجيبها بعد. والله يا أخي مباراة صراحة كانت على الأعصاب، وصلت بلنتيات يعني الواحد ذكرتها بمباراة الأرجنتين وفرنسا، كانت يعني قلقة شوي نهاية مع فارق التشبيه طبعا. والله يا أخي ما في شيء يعلو على الاتحاد طبعا. والله يا أخي الحمد لله نجونا وعدينا، وإن شاء الله عندنا مباراة ثانية قوية جدا إن شاء الله يا رب. الله يوفقهم إن شاء الله كتيبة الاتحاد. الديربي الذي انتهى بالتعادل الإيجابي ليلة البارحة بين الهلال والنصر، طبعا أي مباراة يدخل فيها الهلال والنصر عادة ما تكون حديث الساحة في المملكة العربية السعودية. مباراة كانت جميلة. تاليسكا كان مؤدي أداء كبير جدا، هدف الأول كان جميل جدا جدا. في لمحة كروية عجبتني أنا جدا، البلنتي اللي حصل عليه ناصر الدوسري، ما شاء الله تبارك الرحمن، قالوا وعطاه اسيست ما شاء الله، يعني كيف قرأ الكورة عجيب. كان فيه من الذكاء شيء كبير، مرر الكورة من بين اثنين ودخل هو بذكاء ناصر الدوسري وأخذ البلنتي وسجله سالم الدوسري. لكن الكثير من الهلالية طبعا الهلالية اخواننا من الهلال كل ما خسروا لازم او تعادل أو يعني كل ما اذا ما فازوا يخرجوا لك حجج. فقاعد يقول لك النصر فاز على دكة الاحتياط الهلال، تعادل عفوا تعادل مع دكة الهلال. المقصد ايش؟ المقصد انه ترى عندنا غيابات كثيرة، فانتم ترى تعادلتم مع الدكة، فما بالك لو اللعيبه الاساسيين موجودين. فانا اقول لكم فما بالكم لو كريستيانو رونالدو حضر في الهجوم. دائما زي ما ذكرت مباراة النصر والهلال تكون حديث الساحة. اعتقد ان هذه المباراة يعني النصر هو الذي يعني تعادل بطعم الخسارة، والهلال هو الذي تعادل بطعم الفوز، كون النصر كان افضل في كافة يعني مجريات المباراة. لكن الذي يعني يميز الهلال ويعيب النصر انهم في لقاءات الهلال والنصر عندما يكون الهلال مسيطر الهلال يفوز بنتيجة تاريخية، ولكن عندما يكون النصر مسيطر فانه اما ان يفوز بصعوبة او انه يتعادل، واحيانا يكون الطرف الافضل وينهزم. حبايبي والله النصراوية، يعني اعتقد انه الفريق ذا يعني فيه ضغوطات كبيرة عليه، كون انه يعني ما ادري صراحة الشباب ممكن ياخذه. الاتحاد يعني ما قصر في النصر. الهلال يعني الغريم التاريخي لانهم كانوا في مدينة واحدة، ولكن الفوارق شاسعة بين الهلال والنصر. نعم. المنافس الوحيد للاتحاد هو الهلال، فالنصر اعتقد انه عشان والله في مدينة واحدة بالمحبة الموضوع بالمحبة كله باللوف. طيب طيب خلينا نخرج من الدوري السعودي وننتقل إلى الدوري الأشهر في العالم ألا هو الدوري الإنجليزي. أرسنال يعني إلى الآن قاعد يصدم الجميع ويصدمني أنا شخصيا كوني مشجع لنادي مانشستر سيتي، إنه والله هل
ممكن يكون أرسنال فعلا هو المنافس الحالي لمانشستر سيتي. يعني نتكلم عن وصلنا 15 مباراة، نعم. فاز في 13 مباراة، يا لطيف والله رقم كبير كبير جدا. أرسنال صراحة مؤدي هذا الموسم أداء، متعادل مباراة وخسران مباراة. نعم. أعلى معدل تهديفي في البطولة أعتقد أنه مانشستر سيتي، ثم يليه مباشرة أرسنال. لكن أنا اللي أستغرب منها أنه أرسنال يعني الموسم الماضي يعني يعني ما تأهل لدوري أبطال أوروبا، يعني مستواه كان متذبذب جدا. لكن هذا الموسم انفجار مو طبيعي. يعني أعتقد أنه إذا واصل بهذا المستوى العالي، ولا أعتقد إلى الآن أنا أشكك صراحة في هذا المستوى، لكن إذا واصل على هذا المستوى الدوري الإنجليزي أبدا ليس بالمهمة المستحيلة. صعبة لكنها ليست بالمهمة المستحيلة. لكن حديثنا عن غياب ما أدري والله صراحة ليفربول وين واصل، المركز السادس يا لطيف، حتى ما يتأهل الدوري الأوروبي. ليفربول هذا الموسم مشاكله كثيرة جدا، يعني لا تعد ولا تحصى. لكن انتصاره أمس على أستون فيلا قد يكون هذا الانتصار هو الدافع الحقيقي والدفعة المعنوية التي تقدمه إلى الأمام، على الأقل يعني ينافس على المقعد في دوري أبطال أوروبا. تعليقك على مستوى ليفربول يا أبو صور؟ والله أمس أدوا مباراة جميلة جدا. الهدف الأول كان من اللاعب محمد صلاح، هدف جميل جدا. لكن الهدف الثاني احنا لو نشرحه، اللي جابه المدافع الأفضل في الوقت الحالي لاعب فان دايك، قلب الدفاع الأسد. الموضوع كان في عقل. الموضوع كان في عقل. يوم استلم الكورة وشاتها برجله اليسار في الزاوية الضيقة. فأنا أعتقد أن ليفربول عاد إلى الساحة وعائد يعني جوعان، وبإذن الله عز وجل يكون الدوري من نصيبهم، لكنه سيقابل منافس شرس جدا وهو أرسنال. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن، أرسنال شادين حيلهم أرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنهام، وهذول كلهم عرفت يعني منافسة بينهم شديدة. في النهاية البطل معروف مانشستر سيتي وبيب جوارديولا للأسف الشديد. يعني من آخر 5 مواسم جايب 4 دوري إنجليزي ما نافس إلا ليفربول. فصعب جدا تنافس بيب جوارديولا في البطولات طويلة النفس. شكرا لك يا أبو صقر على هذه الحلقة الجميلة التي يعني كان فيها بعض القضايا المهمة، كان فيها فقرة جديدة إن شاء الله أنها تنال استحسان متابعينا ومشاهدينا الكرام. وأي ملاحظات أو أي استفسارات أو أي انتقاد بنا نحن نتقبله بصدر رحب في هذا البرنامج منكم وإليكم. شكرا لك يا أبو صقر. الله يحييك عبد الرحمن. دعنا يعني نختم في بيتين بس باللهجة السعودية البحتة جدا. عطنا بمناسبة الضوضاء الحادثة عن عيد الكريسماس، يقول ما نبي إلا سنة محمد على الدين الحنيف، وعيد ما هو عيد الله ما فيه بركة. أنا أشهد. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على حسن الاستماع وحسن المشاهدة. نلتقيكم بإذن الله عز وجل مطلع الأسبوع القادم في يوم الثلاثاء في تمام 4:00 بإذن الله. هذا محدثكم أنس ابن بيان يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحو العلا سيروا شباب الأمة، وتكاتفوا ليلوح فجر أجمل، وتسابقوا للمكرمات وحلقوا بسمائنا طرا وخيرا أملوا.